الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل يقول: ما هو الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ هاي سهلة، حاول تفهم. صلاة الفجر زوج ركعات قبل صلاة الصبح. صلاة الفجر هي زوج ركعات قبل صلاة الصبح. قبل ما نصلوا الصبح كي يدخل وقت صلاة الصبح، هاو دخل خلاص الفجر الصادق دخل، ما نوضوش نصلوا الصبح قباله، نصلوا زوج ركعات. حاولوا تفهموا، زوج ركعات بالفاتحة فقط، زوج ركعات بالفاتحة فقط. وعندنا قريت واحد المقال، واحد البنت يعني في الانترنت، هي تقول مسكينة الله يغفر لها ويتوب عليها، والعلم عند أهل الجهل جهل. تقول باللي وهذا الشيء غدا، هذا الشيخ مشكوك فيه، أنا سمعته قال باللي الفجر بالفاتحة فقط. أنا ما جاتش في راسي هذه، وانت يا راسك هذا منو ندو الشريعة. شحال من واحد كي تعطي له حكم شرعي يقول لك ما جاتش في راسي، وانت راسك هذا منو ندو الشريعة. راسك هو الكتاب، راسك هو السنة، راسك هو الإجماع، راسك هو القياس، يعني راسك هو المصالح المرسلة، راسك هو عمل أهل المدينة، راسك هو الاجتهاد. راسك وش يكون راسك؟ وش يكون راس تاع نبي تاع ولي تاع وش يكون راسك أنت؟ هكذا تقول له أنا ما جاتش في راسي هذه القنوت الفجر غير بالفاتحة فقط. ذهب الإمام مالك عليه رضا ورضوان وكل المالكية إلى أن الفجر تصلى بالفاتحة فقط. والدليل التحم هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل ما يخرج يصلي بالناس صلاة الصبح. قالت ما رانيش عارفة وإلا كان يقرأ الفاتحة ولا لا، من شدة أنه يقرأ قراءة قصيرة. ما قالت ما رانيش عارفة ولا يقرأ الفاتحة ولا لا. الإمام مالك قال احنا نعرفوا بلي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آي ورتل القرآن ترتيلا. قال ما لنا نحافظ على الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مال الإمام مالك حافظ على الفاتحة، على الفاتحة. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ إذن صلاة الفجر ركعتين بالفاتحة فقط قبل صلاة الصبح، وتسمى رغيبة. واش يقول ابن عاشر؟ عودوا معايا: فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. تسمى رغيبة أقل من السنة. وصلاة الصبح فريضة. إذن الفجر رغيبة وصلاة الصبح فريضة. وين نجيب دعاء القنوت؟ في الفجر ولا في الصبح؟ في صلاة الصبح. كي نصلوا ركعتين، فركعة الثانية رانا قرينا الفاتحة ورانا قرينا الصورة، خلاص كملنا الصورة، نجيب دعاء القنوت. فهمتوها؟ دعاء القنوت يكون في صلاة الصبح ولا يكون في صلاة الفجر. صلاة الفجر رغيبة وصلاة الصبح فريضة. الآن واحد ما أرقد ما ناتش، هنايا صلاة الفجر متى تموت؟ متى ينتهي وقت قضاؤها؟ وقت ينتهي وقت القضاء؟ واش قال ابن عاشر؟ فجر رغيبة وتقضى للزوال. ما دام ما دخلش وقت صلاة الظهر نقضيو الفجر، وهي الرغيبة الوحيدة التي تقضى. نعاود، ما دام ما دخلش وقت الزوال اللي نصليو فيه صلاة الظهر نقضيو الفجر. فإذا دخل وقت الزوال مات الفجر. فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا. وأما صلاة الصبح تبقى في عنقك إلى الموت. صلاة الصبح تقضى وتبقى في عنقك إلى الموت. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ راهي 99% فاصل 99% ما يعرفوش أن الفجر يصلى بالفاتحة فقط.
وأما هذه الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالآية الفلانية، صلى الفجر بالآية الفلانية، تبعوني مليحة، ما دام الصحابي سمعوا معناتها صلى جهرا، معناتها ما راوش في بيت عائشة، معناتها الفجر تماك يقصد به صلاة الصبح. كما احنا نقولوا خويا هناك رايح أنا حنصلي الفجر، هو يقصد صلاة الصبح لأنها تسمى فجرا. فهمت؟ الأحاديث التي جاءت أن النبي جهر في القراءة وسمعه الصحابة، هذه المقصود بها صلاة الصبح. احنا رانا نتكلموا على الفجر، ركعتين قبل الفجر. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ كي كان الإرهاب داير حالة في البلاد، واحد الشيخ يعني مقسنطينة رايح يصلي الفجر مسكين، وهما العادة تاعهم يقولون حنفجر هكذا، ولا قبدوه الشرطة في الصباح راح يصلي، سقساوه وينك رايح؟ قالوا ما حنفجر هكذا حنفجر. قالوا له يا الحاج شو ساعة تفجر، الحالة خطيرة، باش قالوا ما حنصلي صلاة الفجر. فكثير من كبار السن صلاة الفجر يقول حنفجر، بلا ما يقول حنصلي الفجر والصبح راح يفجر، ان شاء الله يفجرها على راس ابليس ان شاء الله. فهمتوها؟ سائل يقول تركت إقامة الصلاة فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وإن كانت إقامة الصلاة من سنن الصلاة لكنها تقع خارج الصلاة. من ترك سنة خارج الصلاة فصلاته صحيحة. يا احنا نجيب الإقامة وبعد إقامة الصلاة نكبروا، معناتها الإقامة وقعت خارج الصلاة فهي من سنن الصلاة التي تقع خارج الصلاة، فصلاتك صحيحة، ولكن لا تداوم على ذلك، ما تداومش على ذلك بحيث تجعلها عادة، تولي عادتك إلغاء السنن. اليوم خليت سنة 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 وتولي خليت مئات السنن. كيف تلقى الله وأنت تلغي السنن؟ كيف تلقى رسول الله وأنت تلغي السنن؟ لا لا. فهمت؟ إذن صلاتك صحيحة. سائل يقول ما حكم إمامة المعوق وصلاته بالناس؟ إذا كان يصلي بمثله فصلاتهم صحيحة وصلاته صحيحة. ذهب علماؤنا المالكية إلى أن الذي لا يستطيع أن يقيم صلبه، ما يقدرش يركع، ما يقدرش يسجد، معوق. فهمتوها؟ دوكا يسموهم ذوي الاحتياجات الخاصة. يا وقعرنا ذوي الاحتياجات الخاصة، شكون فينا ماشي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ زعما هربوا من كلمة معوق. كلمة معوق ماهيش عيب، الإعاقة ليست عيبا، الإعاقة ليست عيبا. سبحان الله، يعني يا ربي نص على أن وخلق الإنسان ضعيفا. هذاك المعوق أنا عرفنا الضعف نتاعو، ما يهدرش ولا ما يشوفش ولا مقعد، ولكن هذا لا يبان صحيح أو عنده ضعف لا نعلمه، ولكنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. كل إنسان محكوم عليه أنه ضعيف، واحد ضعفه راهو باين وواحد ضعفه ماشي باين، الآخر بالك أعمى والآخر بالك أحمق، الآخر بالك أعمى والآخر بالك خداع. فهمتوها؟ إذن المعوق يصلي بمثله وصلاته صحيحة، فإذا صلى بالصحيح الصلاة باطلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.